إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهوني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي صلى الله عليه وسلم، ولكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. هو قاعد طبعا والمنظر من الأذى الذي ناله واضح عليه التعب والإرهاق، فلما رآه عتبة وشيبة تحركت له الرحم، ده واحد قريبنا مهما كان، فدعوا غلاما لهما نصرانيا يقال له عداس، قالوا له خذ قطف من العنب واذهب به إلى هذا الرجل. فلما وضعه عداس بين يدي النبي عليه السلام قال بسم الله ثم أكل. فعداس سمع بسم الله، قال إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد. فقال له النبي عليه السلام من أي البلاد أنت وما دينك؟ قال أنا نصراني من أهل نينوى في العراق. فقال من قرية الرجل الصالح يونس بن متى. يونس نبي الله اللي هو اللي دخل في بطن الحوت. قال له وما يدريك ما يونس بن متى؟ عداس بيسأل انت عرفت يونس منين؟ قال ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. فأكب عداس على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ورجليه ويديه يقبلها، الوحيد اللي طلع به من هذه الرحلة كلها. فعتبة وشيبة قاعدين وشايفين المنظر، فقال أحدهما للآخر أما غلامك فقد أفسده عليك، العبد بتاعك ده خلاص ده دخله في دينه. فلما جاء عداس قال له ويحك ما هذا؟ إيه اللي انت بتعمله اللي احنا شفناك عملته دي؟ قال يا سيدي ما في الأرض شيء خير من هذا الرجل، الأرض كلها ما فيهاش أحسن من الراجل ده، لقد أخبرني بأمر لا يعلمه إلا نبي. قال له ويحك يا عداس لا يصرفنك عن دينك فإن دينك خير من دينه. يعني هم لهم نصارى، لكن أهم حاجة الصد عن دعوة النبي عليه السلام. لهم نصارى ولا يحبون النصارى، ما يحبوا عبدة الأصنام اللي زيهم فقط، لكن الهدف الأعلى والأسمى والأقوى عندهم أن يصدوا الناس عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام خد بعضه وراجع مهموم، زي ما هو نفسه عليه السلام بيقول كده. سيدة عائشة بتقول له هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ ما يكفيش يوم مر عليك. شاف يوم أحد حصل له إيه؟ يوم أحد النبي عليه السلام كان عرضة للقتل، لما الرماة اللي كانوا على الجبل تركوا المكان واستطاع خالد بن الوليد أن يلتف وأن يقتل البقية على الجبل. خالد كان لسه مشرك، ما كانش لسه أسلم، وخالد يعني معروف ذكاؤه الحربي. فلما شاف الجبل كده فضي من فوق، والجبل هو اللي كان مسيطر على موقع المعركة، فلما شاف الأمر ده فالتف وصعد الجبل. كان اللي باقيين كلهم 10، الأمر سهل معاهم، فقتل 10 وسيطر على ميدان المعركة من فوق الجبل. لما حصل الكلام ده المسلمين حصل فيهم هزة شديدة، فبدأ كثير منهم في الفرار، حتى إن بعضهم قتل بعضا. يعني أبو حذيفة ابن اليمان اللي هو اليمان أو حسين، اسمه حسين، المسلمين هم اللي قتلوه أثناء فرارهم، مش عارفين هم بيعملوا ايه، بيضربوا مين. وحذيفة ينادي يقول أبي 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 أبي، ولا حد واخد باله
حتى في الآخر قال رحمكم الله قتلتم أبي. النبي عليه السلام حاول أن يدفع دية أبيه لحذيفة، فرفض حذيفة أن يأخذ دية لأبيه رضي الله عنهما. الحاصل النبي عليه السلام كان عرضة بعد ذلك، فراح ابن قمئة وضربه بالسيف ضربة شديدة حتى إنها يعني كسرت المغفر اللي كان على رأسه وشجت وجهه، وكسرت رباعية السنتين اللي قدام دول اتكسروا صلى الله عليه وسلم، ودخلت حلقات المغفر في جبينه. المغفر اللي هو اللي بيلبسه علشان يقيه السيوف والرماح والحاجات دي، دخلت حلقات المغفر في جبينه صلى الله عليه وسلم، في وجنتيه صلى الله عليه وسلم، ويعني كان عرضة للقتل، حتى إنه انحاز إلى الجبل ومعه رهط قليل من الأنصار ومن المهاجرين اللي ثبتوا معاه. ف10 من الأنصار حاوطوا النبي عليه السلام عشان يطلع الجبل عشان ياخد مكان محمي فيه، وال10 قتلوا دفاعا عن النبي، واحد وقتلوا الآخر، حتى كان في النهاية طلحة بن عبيد الله يدافع عنه، حتى شلت يد طلحة دفاعا عن النبي عليه السلام. يعني كان في موقف في منتهى الصعوبة. عائشة بتسأله: هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت. راح بقى الطائف وعرض فلم يجبني إلى ما أردت. طبعا ما حكاش بقى الباقي إيه اللي حصل له. قال: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. قرن الثعالب أو قرن المنازل أو السيل الكبير اللي هي ميقات الطائف، بينها وبين الطائف قرابة 40 كيلو مترا. شوف بقى ماشي مهموم، بيقول: لم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فإذا بسحابة قد أظلتني وإذا فيها جبريل، فناداني جبريل فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد أرسل إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال فقال: يا محمد ذلك بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. أهل مكة مضايقينك، مكة محاطة بين جبلين، لو أنت تحب أجيب الجبلين دول كده عليهم يموتوا جميعا، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. طبعا رحمة النبي عليه السلام ببني الإنسان، حتى هؤلاء الذين كانوا يقاتلونه ويصدونه عن دعوة الله عز وجل. النبي عليه السلام عاد إلى مكة في الطريق. يعني طبعا الموقف اللي حصل ده منحه شيء من الاطمئنان، يعتبر يعني شيء من النصر من الله عز وجل، أن يرسل إليه ملك الجبال وأن يرسل إليه جبريل. وانت يعني انت زعلان من ايه؟ لو تحب ننتصر لك دلوقتي ننتصر دلوقتي. لكن النبي عليه السلام رفض ذلك وأراد أن يستمر في دعوة قومه، حتى على الأقل يخرج من أصلابهم من أبنائهم من يكونوا مسلمين موحدين مؤمنين. وهو في الطريق مر بوادي نخلة. وادي نخلة مكان برضو بين مكة وقرن المنازل، أو المكان اللي هو اللي نزل فيه ملك الجبال ده. قعد في وادي نخلة 3 أيام. خلال إقامته في وادي نخلة جاءه نفر من الجن، هو قاعد، الجن طبعا ما حدش شايفهم، لكن هو النبي عليه السلام قاعد يقرأ القرآن،
جم استمعوا القرآن. ذلك ايه ربنا قال ايه؟ وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. استمعوا القرآن، لقوا كلام ما سمعوهوش قبل كده، لقوا كلام جميل، كلام فيه تذكير بالله عز وجل، فقالوا أنصتوا. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين يا قوم قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله. يعني هم سمعوا النبي عليه السلام فآمنوا بالنبي عليه السلام وبدعوته. وبرضه في سورة الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد. الجن حضروا وعلم النبي عليه السلام بذلك حين أطلعه ربه بهذه الآيات، وأن هذا كان أول حضور للجن بين يدي النبي عليه السلام. وطبعا وفدوا بعد ذلك مرارا، لكن كان هذا الحادث نصر آخر واطمئنان للنبي عليه السلام، يوري له يعني انت إذا كان البشر بيكذبوك فانت جالك ايه؟ جالك طوائف أخرى تصدقك وتؤمن برسالتك. طبعا دي كلها بشارات جعلت سحائب الحزن التي كانت تخيم على قلب النبي عليه السلام جعلتها تنقشع. فبدأ النبي عليه السلام يعني ايه يستشعر بالراحة والاطمئنان، ثم توجه لدخول مكة. زيد بن حارثة قال له انت هتدخل مكة ازاي؟ ده هم اصلا طردينك، يعني هو ماشي مطرود لما راح الطائف ماشي وهو عارف انهم يعني ايه مش يعني مش عايزينه يظل يستمر في مكة. فقال يا زيد ان الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا وان الله ناصر دينه ومظهر نبيه، ما تقلقش. النبي عليه السلام وصل لحد ما بقى قريب من مكة، مكث بحراء الجبل اللي كان بيتحنث فيه، وبعث رجلا من خزاعة. احنا عارفين خزاعة حلف عبد المطلب من زمان، وبالتالي يعني حلف أولاده، فخزاعة حلف النبي عليه السلام حتى وإن لم يسلموا وظلوا كذلك. وخزاعة تحالفوا مع عبد المطلب لما فاكرين لما عمه نوفل استولى على المساحات بتاعته وبعت لإخواته من أمه في المدينة علشان يجوا ينصروه، ولأخواله من بني النجار. فجم فخزاعة قالوا إذا كنتوا أنتوا أخواله احنا برضو أخواله منين؟ حد فاكر؟ أخوال النبي أو أخوال عبد المطلب منين؟ حد فاكر؟ ها؟ احنا قلنا ايه؟ قصي اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من مين؟ ها؟ تزوج من مين؟ ها؟ من بنت حليل ابن حبشية، بنت حليل اللي هو كان رئيس خزاعة في ذلك الوقت. نسينا احنا التاريخ فقصي تزوج من خزاعة، فأصبحت جدة النبي عليه السلام خزاعية أيضا، أو جدة عبد المطلب كانت خزاعية. فقالوا إذا كنتوا أنتوا أخوان احنا برضو أخوان، فأتوا ليناصروا عبد المطلب على عمه نوفل كذلك. الحاصل إن النبي عليه السلام بعت واحد من خزاعة يشوف بقى إيه حد يجيره من وجهاء مكة، فأرسل إلى الأخنس ابن شريق. الأخنس ابن شريق مش قرشي، لكنه كان حليف بني زهرة، كان حليفا لبني زهرة. فقال له أنا حليف والحليف لا يجير. الأخنس ابن شريق طبعا
كان له مواقف سيئة جدا جدا مع النبي عليه السلام، لكن مع ذلك كان من الثلاثة اللي كانوا بيروحوا تسللوا ليلا حتى يسمعوا القرآن من النبي عليه السلام من غير ما حد يعرف. الثلاثة كانوا مين؟ كان أبو جهل وأبو سفيان والأخنس. فكانوا يروحوا بالليل من غير ما حد يشوفهم، وكل واحد على حدة فاكر ان ما حدش شايفه، ويسمعوا القرآن من النبي عليه السلام. فلما يجي الفجر يطلع، النبي عليه السلام طول الليل بيقرأ ويتهجد، الفجر يطلع ويبتدوا يمشوا يتقابلوا، الله انت ايه اللي جابك هنا وانت ايه اللي جابك هنا، فيتعاتبون على انهم اتوا الى هذا المكان. لما خلاص بقى تعاتبوا وتوعدوا وتعاهدوا على الا يرجعوا، راح الاخنس لابي جهل وقال له انت ايه رايك في الكلام اللي بتسمعه من محمد؟ قال له لا بأس به، ولكن يعني احنا بني مخزوم يعني وبني هاشم كنا كفرسي رهان، احنا بنتسابق في الخير سوا، فهم سقوا الحجيج واطعموا وعملوا واحنا بنعمل زيهم، لكن يجوا يقولوا منا نبي يوحى اليه، احنا عمرنا ما هندرك هذا الشرف، لن نؤمن به ابدا. فيعني ما منعه الا الكبر، هو عارف ان الكلام ده صح، حتى انه كان يعني ايه، لانه عارف انه صح وبينهى الناس عن السماع، لكن يروح يستمع. الاخنس كان له موقف اخر في بدر، وكان موقف جميل، هو حليف بني زهرة، فهو في الطريق قال لهم يعني احنا مالنا ومال اللي بيحصل ده، يعني هم ابو سفيان خلاص فلت بالعير، واحنا رايحين بس كده منظره وخلاص، يعني احنا كنا رايحين علشان نساند ابو سفيان في العير بتاعته اللي كانت فيها التجاره والحاجات دي في غزوه بدر، وابو سفيان خلاص فلت بالعير، مفيش حاجه تدعونا اننا نروح. فانسحب بجزء كبير جدا من الناس اللي راحه، وبنو زهره كلها رجعت مع الاخنس بن شريق، هو كان حليف لهم وكان مطاعا فيهم. فارسل النبي عليه السلام للاخنس بن شريق حتى يجيره. طبعا الكلام ده قبل بدر وقبل الكلام ده يعني عشان بس الامور ما تختلطش يعني. فقال الاخنس انا حليف والحليف لا يجير، ما اقدرش هجيرك، يعني لازم واحد ايه من اصل البلد. فبعث الى سهيل بن عمرو، وسهيل بن عمرو جده عامر بن لؤي اخو كعب بن لؤي. كعب جد النبي وعامر اخو كعب. فقال له سهيل ان بني عامر لا تجير على بني كعب، انا ما اقدرش اعمل كده لان بني عامر لا تجير على بني كعب. فبعث الى المطعم بن عدي. المطعم بن عدي، المطعم ده من بني عبد مناف، يعني برضه قريب جدا من النبي عليه السلام. فقال نعم. قال له تجير النبي عليه السلام يدخل مكة ما حدش يأذيه؟ قال نعم. فتسلح ودعا بنيه وقومه وقال البسوا السلاح وكونوا عند أركان البيت فإني قد أجرت محمدا. فكون جيش أو فريق. طبعا النظام القبلي في هذه الأوقات من الأشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى عضد بها موقف النبي عليه السلام. النظام القبلي كان له مكانته، وأي قبيلة بتجير القبائل الأخرى، طب ما احنا هنخش في حرب لأن أنا أجرت فلان، يقول له أنت أجرته، طب أنا هموته، يقول لك إيه خفر ذمته. خفر ذمته يبقى إيه؟ يبقى أعلن الحرب معاه على طول، أعلن الحرب، يبقى إذن الأمر أصبح أمر صعب، أصبح حرب والحرب بين القبائل في العرب كانت بتبقى حرب ضروس ممكن تستمر عشرات السنين يعني. الحرب اللي دارت بين بسبب مقتل كليب بين 2 ولاد عم برضه، بين تغلب وبكر. فاستمرت الحرب 40 سنة، 40 سنة، وحتى مات فيها يعني أقوام لا تعد ولا تحصى. 40 سنة والحرب مستمرة. والحرب الثانية بتاعت داحس والغبراء
اللي هي بسبب فرسين كانوا بيتسابقوا. استمرت الحرب برضو مدة طويلة جدا، يعني كل ده العرب بتعمل حسابه، فلان أجار فلان، لا بدل ما العملية بقى يعني ايه تشتد. فكان من الأشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى نصر بها النبي عليه السلام، ويعني من طبعا الاشياء دي ما عادتش موجوده دلوقتي، ولذلك ايه اي حد بقى يحاول، يعني نجد المسلمين في الصين مثلا، يعني مع كثرتهم طائفه الايجور، لكن الصين دايسه عليهم وبتذبحهم ذبح، وفي غيرها. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يفرج كرب المسلمين. يجي المجرمين اللي هم الشواذ واللي بينصروا الشواذ يعملوا مشكلة ازاي ما تلبسوش الشرع بتاع الشواذ في كأس العالم. دول أقلية ومهضوم حقهم. طب المسلمين اللي مهضوم حقهم دول ما حدش يتكلم عنهم؟